ورحمة الله وبركاته. عيد سعيد عليكم، يا رب تكونوا بخير وبصحة والدنيا زي الفل. طبعا بقى يعني أنا في البداية أنا بقدم اعتذار كبير جدا جدا جدا. ليه؟ لأني كنت قايل إن في بداية رمضان كنت قايل إن أنا هقدم الكتيبة السوداء على مدار 30 يوم في رمضان، وهخلصها وألخصها وهنحكيها زي حدوتة. المهم وصلنا عند الحلقة ال 13 ووقفت ليه بقى؟ هقول لك الاسباب الاتيه. اول حاجه علشان الروايه كان فيها تفاصيل كتيره جدا. انا كنت عمال اكروت في التفاصيل ديت علشان اعرف اطلع الفيديو 5 دقايق، ومع ذلك مع كرواتة التفاصيل ديت الفيديو كان بيطلع 10 دقايق و12 دقيقة، وساعات كان بيوصل 13 دقيقة. انا كنت مش عارف اعمل ايه. مع ذلك كنت عمال اكروت في تفاصيل. لما لقيت الوضع كده قلت لا، يعني انا في تفاصيل كتير جدا انا عمال افوتها، هي دي اللي بتحدد احداث القصه بعد كده والروايه. فقلت لا استنى، احاول يعني ايه، اوفق ما بين الاتنين. حاولت وما عرفتش ان في تفاصيل قدام مهمه جدا لازم أن تعرفها، لازم أن تقراها بنفسك، لازم أن اقولها. ولو انا قلتها اولا هاخد وقت كبير جدا وانت هتزهق وهتمل. وبعدين الروايه باللغه العربيه الفصحى يعني مش هتستمتع بيها قوي معايا. انت لو هتقراها مع نفسك فهي جميله جدا لما تقراها مع نفسك. بالنسبه بقى، في حاجه كمان ما خلتنيش اكمل بسبب الظروف الشخصيه بالنسبه لي في الوقت دوت. الايام اللي فاتت دي كان في ظروف منعتني ان انا برضو ايه اكمل. بس فانا طبعا بقدم اعتذار كبير جدا ان انا ما اوفيتش بوعدي ليكم وانا ما كملتش الروايه ديت. بس انا الصراحه وانا قلت لازم أنا اعمل فيديو اقدم فيه اعتذاري. والروايه يا جماعه لو انتوا عايزين تقروها بنفسكم يبقى افضل. ليه؟ لان فيها تفاصيل كتيره جدا، هي دي متعه الروايه فيها. يعني في تفاصيل متعه الروايه اساسا فيها، وهي دي اللي بتبني القصه، وهي دي اللي انا كنت عمال اكروت فيها. فانا حسيت بقى ايه، يعني ان انا يعني بضحك عليكم او حاجه زي كده. قلت لا خلاص، يعني انا مش هقدر اكمل فيها. وصلت عند الحلقه 13. انا ما اعرفش بقى هل هلغي اللي انا نزلتهم دول ولا اسيبهم. بس على العموم انا هقول لك بس ال الروايه لو انت عايز تجيبها هي بتتكلم عن ايه. هي كل الحكايه هي في 1863، في عام 1863 كان نابليون بونابرت اللي هو نابليون بونابرت الثالث بعت رسالة للخديوي سعيد. قال له احنا عايزين كتيبة كده تروح المكسيك تحت إمرة الإمبراطور اللي هناك، علشان ايه؟ تساندوا هناك. المهم فعلا بعت كتيبة اسمها الكتيبة السوداء. ودي بقى الكتيبة اللي كانوا الناس فيها كانوا عبيد جم من الغابات، ودول كان حكايتهم حكاية لغاية مرورا بما جم من الغابات وبقوا جنود في الجيش المصري، مرورا لما بقوا كتيبة هناك في المكسيك بتحارب. وطبعا بقى في تفاصيل، كل دي تفاصيل انا كنت عمال اكرر في تفاصيل زي ديت فمستحيل. لغاية لما وصلوا للمكسيك وحصلت بقى الحروب اللي هناك والمواجهات اللي دخلوها هناك وكم واحد منهم مات. كل دي تفاصيل كتيرة جدا انا مش هقدر احكيها، لازما انت تقراها بنفسك. والامبراطور اللي هناك والامبراطور اللي هي تشارلوت والامير مارك. المهم الاثنين لما كانوا مش عايزين كانوا مش عايز يبقى امبراطور في الاول، وبعدين وافق ان هو بقى امبراطور المكسيك بعد ما اخوه الامبراطور النمساوي خلاه يفقد حقوقه في العرش. وكانت بتدور الاحداث ما بينهم، وفي احداث بتدور ما بينه وبين الامبراطوره. وكل الاحداث هناك بقى لما بقى امبراطور المكسيك ازاي بقى واجه الجمهوريين اللي هناك، وهو اساسا تابع لنابليون وكان عايزين يخلوا المكسيك ملكيه. فهو بقى طبعا كان عمال يحارب الجمهوريين عشان الجمهوريين عاملين انقلاب وهم مش عايزين يطلعوا الفرنسيين. وطبعا نابليون قال له انا مش هسيبك وهسيب لك حاميه فرنسيه، وكان فعلا في حاميه فرنسيه مع الكتيبة المصرية اللي كانت هناك. وفي الاخر خالص بقى الامبراطور هل هو هينجح في ان هو فعلا يبقى امبراطور المكسيك في مهمته هو والامير او الاميرة شارلوت؟ كل ده هتعرفه طبعا، بس انا لو انت مش عايز نحرقها لك فانا مش عايز احرقها الصراحه. بس وفي برضو اللي هو من ضمن الكتيبه في العبد اسمه العبد العاصي لو انت فاكرينه دوت، هيبقى ليه دور كبير جدا مع الامبراطوره، يعني دور مهم جدا مع الامبراطوره في نهاية الرواية.
ديت يعني ديت ملخص الروايه لو انت عايز تقراها. هي روايه تاريخيه شويه. بس يعني وبعد كده بقى يعني ان شاء الله في قدام هننزل فيديوهات هنقول لك مثلا الروايه والملخص بتاعها، مثلا لو انت حبيتها وكده هتقراها. وفي الفيديو اللي جاي ان شاء الله اللي هو عن الروايات هنزل لك، هقول لك كام روايه كده لو قريتهم هتحب القرايه كلها. انت بص هتعشق القرايه. بص انت مش هتبطل كتب، مش هتبطل قرايه في كتب لو قريت كام الروايه اللي هم جايين دول. بص لو انت بتكره القرايه ومش بتطيق القرايه، يعني بص لو قريت كام الكتاب اللي جايين دولت هتحب القرايه جدا ان شاء الله. في اللي هو الحلقه اللي جايه ان شاء الله هقول لك على كام كتاب دولت ان شاء الله هتحب القرايه فيهم. وعيد سعيد عليكم.